نضفي كويس، مش عايزه ولا ترابايه في الشباك، سمعتي؟ السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم. والنهاردة عندنا روتين جديد. روتين النهاردة ميكس كده بين حاجات كتير، ان شاء الله كلها تبقى حلوة ويبقى الفيديو خفيف عليكم. عايزاكي بس الاول تحطي لايك، وكمان اشتركي في القناة من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو على الشمال مكتوب عليه كلمة اشتراك او سبسكرايب، دوسي عليها، اتأكدي انك فعلتي علامة الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة. ودوسي لايك دلوقتي عشان انا متأكدة ان شاء الله ان الفيديو ده هيعجبك. رايحة فين يا عفاف؟ رايحين نفرش شاليه الساحل. هاخدكم معايا النهاردة في يوم طويل، يعني ان شاء الله ما اكونش اطول عليكم ويكون يوم خفيف كده ولطيف. هنفرش الشاليه في الساحل، فتعالوا اقول لكم كل التفاصيل. واحنا كده خلاص في الطريق وفضل لنا تقريبا نص ساعة كده ونوصل. فخليني اقول لكم بقى التجهيزات اللي عملتها في البيت الاول عشان نيجي نقعد في الشاليه بتاع الساحل يوم الجمعة ويوم السبت، ونوصل يوم الخميس ونقعد جمعة وسبت. ايه التجهيزات اللي انا عملتها في البيت عشان نيجي نفرش الشاليه النهاردة، الشاليه الجديد في الساحل؟ جبت صدور فراخ مخلية، غسلتها كويس قوي تحت المية، وبعدين حطيتها في بولة كده. هضيف عليها نص كوباية من الملح، ونص كوباية من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة واحدة بس من الدقيق، وهزود مية من الحنفية عادي. هسيبها بقى منقوعة بعد ما ادوب الكلام ده كله. وطبعا هحط كمان قشر الليمون اللي انا عصرته علشان الزيوت الطيارة اللي في القشر بتدي يعني للفراخ ريحة حلوة، من انها بتشيل ريحة الزفارة بتاعتها. الخطوة دي طبعا انا بعملها يوم الاربع. يوم الاربع احنا هنمشي يوم الخميس، ومحتاج اخد الفراخ متبلة معايا وجاهزة تماما على التسوية على طول. فيوم الاربع عملت الخطوة دي لان انا بحب اسيب الفراخ بايتة في مصفى في التلاجة علشان تصفي كل السوائل الزيادة اللي فيها. كده تمام. هركن دي على جنب بقى، ويلا بينا نكمل بقى. احنا تاني يوم، دي كده قبلها بيوم غسلتها وشطفتها وسبتها تتصفى. تاني يوم بقى اللي هو يوم الخميس الصبح يلا بينا نجهز التتبيلة. ركزي معايا عشان دي احلى فراخ ممكن تاكليها في حياتك. انا هعمل الصدور دي مشوية، فهقسم كل صدر على 2 زي ما هوريكم كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. خلينا نجهز التتبيلة. معلقة كبيرة توم مفروم، علبتين من الزبادي، وطبعا ده حسب كمية الفراخ بتاعتك. معلقتين كبار من الخل الابيض، معلقة كبيرة من العسل الابيض، وهريسة شطة اختياري، لو حابة ما تضيفيهاش مفيش مشكلة، بس هي بتدي طعم خطير بجد. عندي بقى ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وكزبرة ناشفة، وكمان رشة من القرفة، ورشة من بهارات المشويات، ورشة من مرقة اللحمة. وكده تمام جدا. هضيف بقى زيت زيتون حوالي يعني معلقتين 3 كده، ربع كوباية لو كمية فراخ كبيرة براحتك، يعني ضيفي زيت زيتون حسب ما تحبي. هقلبها كويس مع بعض كده، وكده التتبيلة جاهزة عندي. نيجي بقى للفراخ اللي اتصفت من امبارح، ما فيهاش ولا نقطة مية. هقطع الجزء اللي هو الفيليه ده اللي بيبقى موجود مفصول لوحده كده شوية، وكل صدر هقسمه على جزئين. انا محتاجة الفراخ دي ما تكونش فراخ بانيه رفيعة، عايزاها تكون صدور فراخ مشوية، فهقسم كل صدر على 2 بس. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي بالشكل ده، وبعدين اتبلها بالتتبيله الحلوه دي، وهحطها في العلب او في الاكياس لو انت رايحه المصيف، او لو بتجهزي تتبيلات للشهر كله بتحطي في العلبه او في الكيس على قد استخدام المره الواحده بس، ما بتجمديش كل الكميه على بعضها. ده طبعا اوفر في الوقت وكمان اصح جدا، لان ما ينفعش تجمدي فراخ وتفكيها وترجعي تجمديها تاني. دي من الاضرار اللحوم انها تتجمد وبعدين تتفك وترجع تتجمد تاني. ما دام فكتيها مره خلاص، فبنحط في الكيس او العلبه على قد استخدام المره الواحده. بما اني هستخدم دول كلهم في مره واحده، فانا هقسمهم على كيسين وهعبيهم كلهم في اكياس بتاعه الحفظ بتاعه الفريزر، وهحطها في الفريزر على طول بعد ما اتبلها، علشان انا محتاجه اخدها معايا تكون يعني مجمده من الفريزر على طول. هتبل الصدور بتاعتي. وطبعا يا جماعه مهم جدا الغسيل، غسيل الفراخ والتخلص من ريحه الزفاره اللي موجوده في الفراخ، وكمان التخلص من اي ماده زلاليه موجوده ما بين الجلد واللحم، وكمان اي زيادات بقى مش محتاجينها في الفراخ بنشيلها على طول. ملهاش اي 60 لازمه. ولا تتخيلي ان انت كده بتهدري في الفراخ ولا بترمي منها كتير، لا،
العظم والزيادات والحاجات اللي هي ملهاش لازمة اتخلي عنها فعلا، مش محتاجينها في الفراخ خالص. كمان بتسبب زفارة كبيرة جدا. كده خلاص انا تبلت الفراخ بتاعتي، هدخلها على الفريزر ويلا بينا نجهز الكفتة. دول 2 كيلو من اللحمة المفرومة، هضيف عليهم 4 بصلات كبار وهفرمهم في الكب. انا بحب اضيف في الكبة ملح وفلفل اسود مع البصل، بيخلوا البصل متبل قوي، ريحته عظيمة بجد، وكمان بيخلي العصارة بتاعته تطلع بسرعة. عندي بقى شوية من الشبت كده هضيفهم برضو على البصل بعد ما اتفرم شوية، عشان يبقى عندي ميكس من البصل والخضرة تحفة، يعني خطير جدا للكفتة. كده تمام. هجيب الكفتة بتاعتي وهنزل عليها بالبصل، وهضيف بقى شوية من التوابل كده بسيطة جدا اللي بتليق دايما مع اللحوم. هضيف رشة من القرفة. القرفة بتليق مع كل وصفات اللحمة، سواء كفتة سواء عاملاها لحمة مفرومة عصاج، يعني بتبقى خطيرة. هضيف دلوقتي رشة من القرفة وملح، وطبعا فلفل اسود اساسي، وهضيف كمان بيضة، وهضيف يعني حوالي ربع كوباية من البقسماط المطحون. والبقسماط المطحون ده عشان الناس اللي متابعانا من الدول العربية اسمه فتات الخبز، يعني عيش ناشف فينو او بقسماط بيبقى ناشف، ونقدر نطحنه في الكبة ونعمل بيه البقسماط البودر ده. دي حوالي ربع كوباية من البقسماط مع البيضة والتوابل اللي قلت لكم عليها. هنعجن الكلام ده كله كويس جدا. دي رشة من القرفة اهو، وهضيف كمان رشة من اللوري المطحون، بتخلي الريحة عظيمة. وادي كمان رشة من بهارات المشويات. وكده تمام. اعجني الكلام ده كله كويس جدا لحد لما تتسمغ مع بعضها كده وتبقى متشابكه ومش بتفرفت معاكي وانتي بتشكليها. كده تمام. هبدا دلوقتي اشكل الكفته بتاعتي. تقدري لو انت رايحه المصيف بعد ما تعجني الكفته وتوصلي للمرحله اللي هتشوفيها دلوقتي، تكيسيها او تحطيها في علبه او في كيس وتفرزيها في الفريزر وتاخديها مجمده معاكي المصيف او اي مكان انت رايحاه، وبعدين تشكليها تحطيها في الفرن او تشوحيها في جريل على النار على طول. ده بصوا شكل الكفتة بتاعتي مش باين ان انا حاطة فيها اي حاجة خالص. كده تمام. شكلت الكفتة بتاعتي على صواني بالشكل ده، وعلى طول على الفريزر. على الفريزر كده زي ما هي، زي ما هي بالظبط. ليه؟ عشان نجمد كل كفتاية لوحدها، مش الكفتة كلها تلزق في بعض وهي طرية فتبوظ معاكي. فبنجمد الكفتة على حالها كده، كل واحدة بعيد عن التانية لحد ما تتشمع وتتجمد كويس. بنرصهم مع بعض في علبة زي ما هوريكم دلوقتي. اللهم بارك، تحفة. تقدري تعملي الوصفة دي. دول 2 كيلو لحمة مفرومة يأكلوك الشهر كله. شايفين الكمية طلعت عاملة ازاي؟ خطيرة. بصوا صوابع الكفتة مجمدة اهي. هنبدأ دلوقتي نعبيها في العلب. انا هاخد الكفتة معايا في علب مش في اكياس زي الفراخ، لان الكفتة ممكن تفك شوية فتبدأ ان هي تتلخبط على بعضها لو في الكيس، ولو مثلا يعني اي حاجة ممكن تحصل لها هتبوظ، شكلها هيبوظ طبيعي وهيبقى كل مجهودي ده راح، فمضطرة ان انا اشكلها تاني لما باجي اسويها. فحطيتها في العلب أأمن وأضمن، وهتجمدها طبعا في الفريزر برضو حوالي يعني نقول 6 ساعات تقريبا قبل ما امشي، وكده هيبقى تمام جدا. ودي كده التجهيزات اللي انا عملتها. طبعا اخدت بقى مكرونه وصلصه وثوم وتوابل، وان شاء الله لما اجي اسوي الكلام ده كله هوريكم كل حاجه بالتفصيل النهارده. وكملوا معايا الفيديو للنهايه عشان تشوفوا ان شاء الله يعني تغيير كامل شامل في كل حاجه في المكان اللي احنا رايحينه. ولو لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي ولسه ما عملتيش لايك، فدوسي لايك على الفيديو، وكمان اعملي سبسكرايب لو انت مش مشتركه معانا في القناه. ويلا بينا نكمل على طول. يلا بينا نشوف. والحمد لله وصلنا الشاليه. طبعا اول ما وصلنا انا واخواتي، عايزه اقول لكم ان احنا سيبنا كل حاجه ورمينا كل حاجه، ويا دوب دخلت الاكل في الفريزر اللي كان معايا، وغيرنا هدومنا على طول علشان نروح البحر. عشان طبعا البحر اخره الساعه 7، فاحنا كنا الساعه 5، فخلاص ما كانش فيه غير ساعتين بس. قلنا يعني بدل ما ننشغل بقى ونقعد نخلص الحاجات اللي ورانا هنا في الشاليه، فمش هننزل البحر النهارده خالص. فقلنا خلاص احنا نروح البحر الاول، وبعد كده نيجي نشوف هنعمل ايه في الليله الطويله اللي موجوده في الشاليه دي. فطبعا كان معانا بقى جايبين معانا حاجات كتيره للمطبخ وحلل وحاجات جديده كلها، فهنفرش كل ده مع بعض ان شاء الله واوريكم كل حاجه بالتفصيل. فهنا جهزت انا واخواتي واولادي علشان نروح على طول على البحر. وفعلا الحمد لله سيبنا كل حاجه وطلعنا نجري على طول. وكده خلاص هنا كنا لبسنا ورحنا البحر. قعدنا تقريبا لحد الساعه 7، وبعد كده رجعنا تاني على الشاليه. اول ما رجعنا عملنا ايه؟ قررنا ان احنا نقسم البلد نصين.
نعمل شوية من الشغل اللي موجود في الشاليه المفروض إن إحنا جايين علشان نعمله، وبعدين نتغدى ونرجع نكمل تاني. وفعلا رجعنا البيت، عملنا سندوتشات كده للولاد، كنا واخدين معانا جبن وحاجات يعني أكل خفيف غير العشاء أو الغدا اللي إحنا هنعمله. فعملنا للولاد سندوتشات سريعة كده على ما نلم الليلة بقى بتاعة الكركبة والحاجات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، ونبدأ ان احنا نفرش بقى السراير والمطبخ والفرش بتاع الانتريه والحاجات اللي موجودة كلها. هو الشاليه جديد ولسه تحت الانشاء، القرية كلها اصلا لسه ما اتجهزتش بالكامل، فالشاليهات كلها حتى البسينات كلها لسه ما اتعملتش، والقرية لسه يعني تحت الانشاء، وفي شاليهات كتيرة جدا لسه فاضية. فتعالوا بقى يلا بينا نروح على الشاليه واوريكم احنا عملنا ايه. كل واحد مسك حاجه. انا دخلت طبعا، انتوا عارفين اكيد دخلت فين، دخلت على المطبخ. قلت لهم سيبوا لي المطبخ، بس طبعا عملت شويه حاجات على ما هم خلصوا بره ودخلوا ساعدوني في المطبخ في الاخر علشان نلم الدنيا بسرعه، واطلع الكفته من الفريزر ونعمل مكرونه وكفته على الغدا. اخواتي الاثنين كانوا بيغسلوا الشباك في الحمام وبينظفوا بقى التراب والحاجات الموجوده في الارض. خلصوا الحمامات، في 3 حمامات في الشاليه، خلصوا تنظيف الحمامات وبعدين دخلوا على الاوض، فرشوا الملايات وكنسوا الارض، وانا بقى مكمله رحلتي في المطبخ علشان اخلص كل حاجات المطبخ وابدا ان انا اجهز الغدا اللي هو كان العشاء يعني. تعالوا بقى اوريكم شكل الشاليه بره عامل ازاي. طبعا الارض كلها عايزه تتكنس كويس وتتمسح، السجاد ده عايز في الاخر بقى يتفرش، وكمان العفش نفسه عايز يعدل في الاماكن بتاعته، بطاطين تدخل الدواليب وملايات جديده ومخدات وكل الحاجات دي. يلا بينا بقى على الكوم الكبير وهو المطبخ. المطبخ كنت محتاجه ان انا انضف التراب، الألموتال نفسه كان محتاج يتنضف، الدولاب المطبخ كله علشان نفرش فيه الحاجات الجديدة، وكمان ننضف الأرض والرخام ونشيل كل الحاجات بقى اللي عايزة تترمي موجودة بالشكل ده. فبدأت ألم كل الحاجات اللي موجودة على الرخام وامسح أول حاجة التراب، يعني بالنسبة لي التراب مشكلة. فأول حاجة بدأت بيها، حتى أنا عارفة لسه كنت هنضف من فوق بس برضو مش عارفة أسيب المنظر بتاع الرخام بالشكل ده، فمسحت الرخام ونضفته كويس الأول، ومسحت البوتاجاز من التراب، وبعدين بدأت ان انا اطلع على السلم ونقف بقى نكمل. بس كنست الارض برضو الاول، يعني كل ده الاول يعني نظافة عامة كده في المطبخ، وبعدين دخلت في التفاصيل بتاعة المطبخ وترتيب بقية الحاجات الموجودة فيها. كانوا بقى اخواتي خلصوا بره ودخلوا بقى معايا المطبخ علشان نقف مع بعض نخلص بقى كل ده، لان هما كانوا جاعوا جدا. فقلنا نرتب بقى بقيه الحاجات المطبخ عشان نعرف اصلا نطلع الحلل لان هنستخدمها في الاكل. هنعمل مكرونه وعايزه صينيه اسوي فيها الكفته، فكان لازم نطلع اصلا الحاجات من الاكياس ونغسلها ونظبط كل حاجه. حطينا بقى الطاسات والحلل والترمس والكوبايات والفناجين والحاجات دي كلها، ورصينا الحمد لله كل حاجه مكانها، واخدنا يعني وقت شويه بس الحمد لله خلصنا. بعد ما خلصنا بقى كل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، طلعت الكفته من الفريزر تقريبا ربع ساعه، فكت شويه، وانا كنت جايباها من البيت طبعا مجمده، واول ما جينا الساعه 5 حطيتها في الفريزر، فطبعا كملت التجميد بتاعها، وطلعناها من الفريزر الساعه 10 بالليل علشان ابدا ان انا اعمل مكرونه وكفته. والحمد لله قد كان. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نخلص كل الكلام ده، وبعدين اوريكم الكفته وجمالها. بصراحه يعني كانت خطيره، كلهم اشادوا بريحه الكفته وطعمها الخطير اللي احنا عملناها مع بعض في البيت. هو الرجل الجاي صح؟ ادي داخل عليكم 100 100 خلي دي عشان دي بتاعتنا 100 100 5000 جنيه صلى على العبد. شوف ده عشان تحفه قوي. ايه؟ لا
كده خلاص يعني بنسبة 80% احنا خلاص خلصنا. بس انا بعتذر لكم عن لو سمعتوا اي صوت وانا بسجل دلوقتي، يعني مش عارفة اسكت العيال يعني، فاستحملوني بقى شوية. كده خلاص احنا خلصنا كمان الغدا. هقول لكم دلوقتي احنا عملنا ايه، بس احنا خلاص خلصنا الغدا وكنا بننضف المطبخ بعد ما خلصنا بقى خالص. هوريكم دلوقتي شكل المطبخ النهائي بعد ما عملنا فيه كل حاجه. تعالوا بس اقول لكم عملت ايه في الكفته. طلعتها من الفريزر، وصينيه دي انا سخنتها من غير اي ماده دهنيه خالص. مش هعمل اي حاجه غير ان انا هحط الكفته على الصينيه وهي سخنه جدا، وبس اول ما تتشمع من الوش الاولاني هقلبها على الناحيه التانية، وافضل اقلب فيها بالشكل اللي هتشوفوه ده لحد ما تستوي. وخلاص على كده عملت مكرونه بيضه وعملت الصلصه لوحدها وقدمتهم بالشكل اللي هتشوفوه ده كده كان الشكل النهائي بتاع الوصفه. الكفته كانت ريحتها خطيره، وكانت الوصفه كلها بصراحه سهله وما خدناش فيها وقت خالص واحنا بنحضرها. يعني كان كل حاجه عاملاها في البيت، والكفته واخداها معايا جاهزه. ممكن كمان انت تاخديها زي ما قلت لك في اول الفيديو، يعني عجينه كده مع بعضها وتشكليها وقت ما تيجي تعمليها، او تشكليها وتاخديها معاكي زي ما انا عاملاها وتبداي تشويها على طول، او تعمليها مقليه، او ايا كانت الطريقه اللي هتعمليها بيها. وهنا بقى نانسي اختي خلصت بقى تنظيف البوتاجاز بعد ما خلصنا الاكل كله، واوريكم بقى دلوقتي شكل المطبخ النهائي بعد ما خلصنا. شدي عليكي بريك. ولحد هنا خلصت فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون كان لطيف وخفيف واتفسحتوا كده معايا. ويعني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، وكمان تشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني. واهلا بيكي طبعا وشرفتيني، وهستنى تعليق تحت الفيديو ده. وبس كده خلاص احنا خلاص خلصنا، بس ما فرشناش السجاد بتاع بقيه فرشنا المطبخ بس، ما فرشناش بقى الريسبشن اللي بره ولا الاوض، لان طبعا لسه هننزل البحر بكره وهنرجع. فقلنا خلاص احنا ممكن قبل ما نمشي من الشاليه نبقى ننظف الارض ونفرش سجاد وخلاص بقى. يعني كده خلاص الحمد لله تبقى خلصت رحلتنا، وهي رحله سريعه بس ان شاء الله احنا هنيجي تاني. حبيت اشارك معاكم الفيديو ده، يعني تغيروا معايا جو كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. سلام عليكم.